السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هيبقى مختلف شوية. هشارككم إن شاء الله روتيني النهاردة بالذات، يعني روتيني اليومي من الطبيخ والتوضيب والتنظيف. أول حاجة أنا هنا في المطبخ هوريكم دلوقتي. هنا أنا طبعا هنا علقت على لحمة، حطيت كده هنا لحمة تتسلق، وطلعت هنا كيس لبن او حليب يعني وغليته، عشان انا ان شاء الله هعمل برايم او طوابل رز معمر وصينيه بطاطس مع اللحمه كده. اكله شعبيه يعني بس احنا بنحبها. فاول حاجه بعملها ان انا مثلا علقت على اللحمه، انا علقت على اللحمه تتسلق، وطبعا هيطرطش وكده، فقلت ايه يعني هغسل البوتاجاز بعد ما اخلص الغدا. بس انا عايزه اقول حاجه، يعني دي برضو نصيحه حماتي معلمها لي: حط الحله على البوتاجاز وبعد كده لفي حواليها. ازاي يعني؟ انا مثلا عندي لحمه او طيور مثلا اللي هو فراخ او بط، دايما الحاجه بتاعتنا بلدي فبتاخد وقت في السوا، واللحمه برضو دي جملي فبتاخد وقت في السوا، يعني مش اقل من ساعتين، ممكن تاخد ساعتين ونص. وبرضو الطيور البلدي بتاخد وقت في السوا، فدي المقوله بتاعتها: حطيها عشان هي تاخد وقت في السوا وبعد كده لفي حواليها. يعني شوفي وراكي ايه، مثلا انت هتوضبي حاجه، هتمسحي، هتروقي، هتعملي اي حاجه، يبقى انت ايه، ما عبال ما تخلصي مسح وترويق يبقى الحاجه بتاعتك استوت، وما تعمليش العكس، عشان في اولويات. يعني انا لو سبت الحاجه دي ورحت خلصت اللي ورايا وبعد كده جيت فكرت ان انا ابدا اعلق عليها، فكده وقت الاكل بتاعنا هيتاخر خالص. فده الصح، يعني حطي الحاجه اللي بتاخد سوا على النار وبعد كده شوفي اللي وراكي، وكده كده بتشقري عليها يعني من وقت للتاني. خلاص كده يبقى انا هنا علقت وطلعت اللبن عشان ان شاء الله نعمل طواجن، وهعمل برضو شويه مسح وتوضيبات. بس هروح اشوف الاول ورايا، هروق الشقه كده على السريع ونرجع تاني نكمل مشوارنا في المطبخ. هنا في غرفه الاولاد سريع سريع كده هعدل ملايه السرير، انا كنت لسه مغيراها يعني امبارح فمش هغيرها. سريع كده هقوم مظبطاها واطلع المكنسه عشان اشفط اي حاجه واقعه في الارض، وهلم بقى لو في اي حاجه واقعه في هدوم اللي هتتغسل، عشان ان شاء الله برضو هشغل الغسيل. خلاص كده هنا انا رتبت الاوضه وكنستها كمان. انا ما عملتش معاكم الفيديو، يعني ما صورتش لكم الفيديو وانا بوضب، لان انا وضبت كتير معاكم في القناه، فاللي حابب يشوف توضيبات بقى وبعمق وكده هتلاقيها موجوده ان شاء الله في القناه. وحابه اوريكم برضو هنا المروحه. المروحه دي احنا لسه شارينها جديد، الكرتونه بتاعتها اهي. طبعا هو بصراحه احنا كنا عايزين نجيب تكييف في الغرفه هنا، لان الحر يعني الصيف بيبقى فيها حر قوي والشتا بتبقى بارده قوي. بس التكييفات بصراحه لقينا سعرها رفع جامد جدا، يعني وصل 7000 و8000، اللي كان من شهرين 3 كان ب4000. فقلنا نجيب بقى المروحه دلوقتي نمشي بيها، وحلوه يعني برضو مديها ايه، طراوه في الاوضه. المروحه دي سعرها 280 جنيه، لو اللي حابب برضو يشتري او حاجه. ودي اسمها مروحه حائط، تبقى حلوه عن اللي هي مثلا بعمود او بتقف يعني. ليه بقى الميزه فيها؟ ان هي بتوفر المكان، يعني ما بتضيقش لك المكان بدل ما تحط في الارض او كده، والاولاد كمان ما يلعبوش فيها. لو عندك اولاد صغيره يعني مثلا تخاف عليهم يحطوا صابعهم او حاجه، فتبقى ترفع كده في الاوضه وهواها حلو يعني، وحجمها كمان كبير حلو. لو عايزه، هي لها بصوا هنا، دي ممكن تشغلها منها الزراير دي، ولها برضو الحبلين دول، ده السرعات بتاعتها، سرعه 2 3 وكده تطفي كده، وعلى 1 وكده 2 والتالتة. وهنا طبعا لو انت عايزه تثبتيها بتوقفيها من هنا كده، كده هي ثبتت في المكان انت عايزاه. عايزاها تلف كده ضغطه كمان او شده بتخليها تلف يمين وشمال، فهواها حلو يعني. هو سعرها اللي حابب برضو هي افضل من. والصاله هنا كمان هكنسها بقى بالمكنسه الكهربائيه واظبط كده الفرش والكنب، وسريع سريع كده برضو همشي في الغرف وانفضهم واكنسهم كويس، وبعد كده عشان ندخل على المطبخ. عندي هنا ثبت الغسيل خلاص كده اتملى بعد ما لميت هنا من الغرف. دلوقتي بقى ادخله الحمام عشان اشغل الغسالة واسيبها تغسل بقى. هنا طبعا انا دخلت المطبخ، النهارده يوم المطبخ، يعني انا بوزع على نفسي الايام. مثلا انا امبارح مسحت البلكونات بتاعتي بالبرندة والسلم، وببقى مع اليومي اللي هو الكنس اليومي بالمكنسه والترويق اللي على السريع، ومع طبخ اليوم مثلا. فانت ما بتقسمي كده على نفسك هيبقى الموضوع خفيف عليكي وسهل. برضو بخلي كل يوم في حاجه كده، يعني انا النهارده مثلا مع التوضيب العادي والطبيخ، النهارده يوم المطبخ، فانا عايزه بقى ايه، هنا همسح المطبخ وعايزه اروق الرخامه دي وانضفها. يوم تاني بيبقى لاوضه مثلا معينه، غرفه لها اليوم النهارده ان انا اشيلها وامسحها.
مع التوضيب العادي طبعا وطلبات الاولاد. فانت قسمي على نفسك كل يوم حاجه، لان في حاجات يوميه بتتعمل زي الاكل مثلا او الطبيخ وطلبات الاولاد والكنس العادي. وكل يوم مثلا تاخدي ايه، تاخدي لك مثلا غرفه معينه، مسح البلكونات والسلم كده يعني. ايه، انت وزعي على نفسك زي ما انت كل واحده وطبيعتها. فانا ان شاء الله النهارده يوم المطبخ زي ما انتم شفتوا كده. انا كده خلصت ترويق بره سريع. ليه؟ انا بعمل من بره الاول، بعد كده ادخل على المطبخ واقعد فيه براحتي. ليه؟ افرض ضيف مثلا جن على فجأة ولا حاجة، يبقى انا معايا كده الجو بره متظبط، وادخل هنا بقى براحتي اشوف اللي اعمله. دلوقتي انا ان شاء الله هروق الرخامه دي زي ما انتم شايفين كده متكركبه. هشيل كل اللي عليها ده، احط كل حاجه مكانها وهتتوضب معايا. وهنا برضو هشيل الحصيره دي. ما تتكلموش او قبل ما تهاجموني، انا زي ما قلت لكم قبل كده انا عامله كذا غيار للمطبخ. عامله الحصيره وعندي سجادتين تانيين وزي حافظه كده برضو بغير فيهم، لان المطبخ اكتر حاجه بتبهدل معايا. الاولاد اللي عندها اولاد طبعا عارفه بيبهدلوا وراه، ما بحط له مثلا ياكلوا ولا حاجه هنا، مع اني بفرش لهم برضو، بس هم دايما بيوقعوا ويبهدلوا. وعشان لو كب مثلا بيتكب ميه، بيتكب عصاير، اي حاجه يدهون. فانا دلوقتي ان شاء الله هشيل الحصيره دي عشان برضو امسح المطبخ وهروقه. وطبعا هنا ما عنديش مواعين على الرخام، غسل المواعين من بالليل، فاول مواعين هتتدبق معايا بعملها اول باول. خلصت هنا كده، انا شلت الفرشه وهغسلها طبعا، ومسحت هنا. خلاص الارضيه بقت تمام معايا. وهنا الرخامه نزلت اللي عليها ومسحتها كويس بالديتول، بس ديتول مركز وبخففه بشويه ميه. ومسحت الخلاطات كده والميكرويف كده سريع. شطفت كده الرخامه. الارضيه خلاص نشفتها وفرشتها كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هدخل على الاكل. هنشوف دلوقتي معانا احنا هنعمل ايه. اول حاجه طبعا انا هعمل برام رز او طواجن رز المعمر. انا بعير كده معيار الرز كده وهو لسه ناشف، بتخليه اقل من النص، عشان هو طبعا لسه هيزيد معايا ولسه مغسول وهحط عليه الحليب والشوربه هيزيد. فبنعير كده وبحاجه قليله بس كده في البرايم، وبعد كده هغسلهم مره واحده. بعد ما عيرت كده هرجع اعيرهم بعد ما اغسلهم يعني. هركنهم دلوقتي عشان اغسل الرز وبعد كده احطه معاكم برضو. هنشوف دلوقتي هنعمل صينيه البطاطس. هوريكم ازاي اسرع صينيه بطاطس شفتها في حياتي، كلها على الني. اول حاجه نجيب كميه البطاطس اللي انت هتعمليها، طبعا عامله كميه على قدنا. قطعت البطاطس طرنشات كده او حلقات، وخلاص كده طبعا اتغسلت البطاطس معايا. هنشوف كده هنا معايا طماطمايه مقطعاها حلقات، ومعايا قرن فلفل، وحاطه برده حته حراق، وعندي بصل هنا طرنشات، وعندي هنا نص معلقه صغيره من الثوم المفروم وهو ني. دي اللي بتعمل لي ريحه جامده في صينيه البطاطس، ريحتها بتجيب اخر الشارع. هحطهم كلهم كده ني في ني. وهنا برضو الملح والفلفل الاسود وبهارات وشويه كمون. هراعي الملح لان لسه هضيف المرقه او الشوربه، فراعي الملح يعني ما زودش ملح دلوقتي. بصوا بايدي كده بقى ادعك البصله اللي حطيت عليها التوابل كده عشان تتبل. دلوقتي هجيب عصير الطماطم وعصير الطماطم هضيفه كده كله ني في ني. وهنا عندي معلقه من السمنه وشويه زيت، معلقه صغيره سمنه وشويه زيت، برضو حاجه بسيطه خفيفه كده في الاكل. كده فاضل بقى ان انا هزودها شويه مرقه اللي هي شوربه، واحط قطع اللحمه اللي انا سلقتها عندي عشان تسوى مع بعض. بديها غلوتين على نار البوتاجاز من فوق، وبعد كده ادخلها الفرن، بس بعد ما احط عليها المرقه واللحمه. خلاص كده البطاطس خلصت، وهاخد بقى الرز عشان اغسله واوريكم انا هحط عليه ايه. بالنسبه بقى لطواجن الرز المعمر، اول حاجه هنا البرايم حطيت فيها قطعه من السمن البلدي او الزبده. لو عندك زبده بلدي حطي، او سمنه بلدي حلوه. لو عندك طبعا عادي ممكن تحطي، بس الافضل يعني يكون حاجه بلدي. دلوقتي بقى هحط الرز المغسول. حطيت كده الرز. دلوقتي بقى هجيب المرقه والشوربه. هنا بقى هضيف شويه زيت صغيرين عشان الزيت بيفلفل الرز ويخليه شكله جميل ومفلفل. شويه صغيرين بس. دلوقتي بقى انا عندي هنا المرقه وصفيتها، دي الشوربه او المرقه طبعا متصفيه. انا بحط هنا نص الكميه مرقه والنص التاني لبن. ليه؟ الحليب لوحده مش هيسوي الرز. هنا بصوا بسم الله ما شاء الله الحليب بتاعي له وش، دي القشطه. فانا باذن الله مش هحتاج ان انا احط قشطه ولا حاجه، ولا مصعب الموضوع خالص. اهو كل واحد اخد فيه بس حته كده قطعه من الوش. انا لا بضيف بقى زبادي ولا قشطه ولا اي اضافات من اللي بيضيفوها.
كل اللي بضيفه المرقة والحليب فقط لا غير، تبقى بكميات متساوية، كمية الشوربة قد كمية الحليب. يعني انت عايزة تحسبي كده مثلا بالكبشة او المغرفة، حطيتي هنا مغرفة من الحليب وتحطي مغرفة من المرقة وهكذا. وطبعا معيار الرز عارفينه، الرز المصري كوباية بتاخد كوباية، بس هنا بنزود شوية عشان الحليب مش بيسوي زي ما قلنا، يعني الحليب مش هيتحسب، بنزود شويه. فانا ببقى عارفاه كده بالويم زي ما بنقول. كده لسه هنا عايز محتاج معايا، بيبقى زايد شويه عن العادي. وعلى فكره انا بغسل الرز مش بنقعه ولا حاجه، انت بتغسليه وتحطي على طول كده البرام الصغيره دي. خلاص دلوقتي بقى هدوق الملح بتاعهم هظبطه، ولا بقى ضفت بصل مبشور ولا زبادي ولا قشطه ولا اي حاجه. هو زي ما حضراتكم شايفين كده الرز غسلته، حطيت معاه السمنه وهو شوربه وحليب بس. هدوق بس الملح، واحط شعر فلفل اسود صغيره عشان الحليب، شعره بس صغيره كده في كل طاجن، واظبط ملحهم وادخله بقى الفرن. الفرن لازم يكون عالي جدا جدا جدا، يكون حامي. ولو عندك بيشتغل من فوق وتحت شغلي من فوق وتحت عشان ياخد معايا وش ويغلي بسرعه. بعد كده ببتدي اهدي لما ياخد معايا لون عشان يستوي من جوه. بس اهو زي ما قلت لحضراتكم زودتها مرقه، وحطيت هنا اللحمه اللي معايا المسلوقه، وهنا هي على البوتاجاز دلوقتي بتاخد غلوتين كده، وبعد كده بدخلها في الفرن عشان بقى تدخل الفرن تشتغل على طول، ما يكونش لسه بقى هتبدا تغلي وكده، لا يبقى انا كده سهلت عمليه السوا. وشويه اللبن اللي فاضوا معايا من برام الرز كنت انا مطلعه يعني كيلو، طبعا احنا بناخدش الكيلو كله، بناخد يجي نص كيلو. رحت عاملاهم شويه مهلبيه عاديه اللي هي بالنشا وفانيليا وشويه سكر كده، هصبهم دلوقتي في كاسات، وبعد كده اعمل طبقه جيلي، يبقى عملت كاسات مهلبيه بالجيلي كده. المهلبيه بعد ما فضيتها في الكاسات بحط نص الكاس بس، وبعد كده بسيبه ما يبرد خالص. وبعمل الجيلي انا عملته هنا وسبته يهدى برده، وبعد كده احطه عليه بس ما يهدى شويه. البطاطس هنا خلاص طبعا باين ان هي تخش تحت الشوايه بس تاخد وش. وكمان هنا عملت لسان عصفور بالشعريه، شعريه ولسان عصفور، وبحب كده احط طماطميه فيها وسقيتها بالشوربه. الطواجن الرز لسه في الفرن، لما تطلع هدخل البطاطس. وهنا حطيت الجيلي على المهلبيه واسيبها بقى تبرد شويه بره، وبعد كده ادخلهم في التلاجة. لو عندك كريم شانتيه بقى بتحطي بس قطعه كده او ورده، يعني بتدي شكل جميل. عامله هنا برضو عملت عصير فراوله. خلاص بقى لو ما عرفتش اكمل بقى معاكم الفيديو هبقى اسيب لكم الصور في الاخر، عشان بس اولادي جم والشيف بتاع التحفيظ زمانه جاي لهم، فممكن ما اعرفش اكمل معاكم. هبقى اسيب لكم الصور في النهايه بقى وانتم متخيلين. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وروتيني اليومي يكون عجبكم وشجعكم. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة، ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.